بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم من جديد طلاب وطالباتي في الصف الرابع في مدرسة دار السلام الخاصة. هذه مس إخلاص تحييكم. سنقوم بشرح الجزئية الأخيرة من درس بيتنا الفلسطيني القديم. هيا الآن على دفترك اكتب هذا السؤال بخط جميل ومرتب ثم أجب عنه إجابة صحيحة. والسؤال يقول: ضع إشارة صح أو خطأ. أولا، استخدم الفلسطيني قديما الفرن الكهربائي، بمعنى أنه الإنسان الفلسطيني القديم كان يستخدم الفرن الكهربائي. هل كان لديه أفران تعتمد على استخدام الكهرباء؟ نقول لا. إذا إجابة خاطئة لأن حياته كانت جدا بسيطة. ثانيا، أدوات الإنسان القديم الفلسطيني قديما بسيطة. نقول نعم، كانت جميع أدواته التي يستخدمها أشياء بسيطة. بالنسبة لعناصر الدرس سنتعرف على الأدوات التراثية القديمة وكذلك استخداماتها، ومن ثم ما هي الأدوات الحديثة البديلة عن الأدوات القديمة. قبل أن نبدأ بشرح هذه النقاط، أود التنبيه بأن الأدوات التراثية القديمة عند الإنسان الفلسطيني القديم تقسم إلى قسمين، منها ما هي أدوات منزلية، أي كان يعتمد الفلسطيني قديما على استخدامها في داخل منزله في البيت، وهناك أيضا الأدوات الزراعية التي كان يعتمد على استخدامها في مجال الزراعة. نبدأ الآن بالتعرف على هذه الأدوات. لاحظ الصورة الموجودة أمامك. من منكم شاهد هذه الأداة سابقا؟ طيب، مما صنعت هذه الأداة؟ صنعت من الحجارة. نسمي هذه الأداة الطاحونة أو الجاروشة. كان يستخدمها الفلسطيني قديما في طحن الحبوب مثل القمح، الشعير، الفول، العدس، الحمص. كان يضع الحبيبات في داخل هذه الفتحة التي أشير إليها في السهم، ثم يقوم بتحريكها من خلال هذه العصا. يحركها بشكل دائري فتخرج الحبوب مطحونة من هذه المناطق. وبالتالي هذه الأداة تسمى الطاحونة أو الجاروشة. والبديل عنها في الوقت الحالي كما نشاهد في الصورة المطحنة الكهربائية. أحسنتم. إذا الأداة البسيطة التي استخدمها الفلسطيني قديما في طحن الحبوب نسميها الجاروشة أو الطاحونة. وما هو البديل عنها حاليا؟ المطحنة الكهربائية. ننتقل للأداة الثانية، وهذه الأداة من الأدوات الزراعية القديمة، مصنوعة من الخشب وتعرف بمحراث الأرض أو المحراث الخشبي. ما استخدامه أو ما أهميته؟ نقول كان الفلسطيني قديما يستخدمه في حراثة الأرض. أما في وقتنا الحالي فالمستخدم في الحراثة هو الجرار الزراعي. إذا المحراث الخشبي أو محراث الأرض، الأداة البديلة عنه في الوقت الحالي هي الجرار الزراعي. وما أهميته وما استخدامه؟ نقول حراثة الأرض. من منكم يسمي لنا أدوات زراعية أخرى كان يستخدمها الفلسطيني قديما؟ نقول المنجل. أحسنتم، ولكن المنجل يستخدم للحصاد، كان يحصد من خلاله المزروعات. طيب، ننتقل للأداة الثالثة. هذه الأداة تسمى بالجرة أو الزير. الجرة أو الزير، وكان يستخدمها الفلسطيني قديما لحفظ وتخزين الماء، كان يضع بداخلها المياه. الجرة أو الزير. أما في وقتنا الحالي فنستخدم لتخزين المياه خزانات المياه كما نشاهد في الصورة. طبعا خزانات المياه اللي هي برميل المية بالعامية زي ما إحنا بنستخدمه. إذا ما هي الأداة البديلة عن الجرة أو الزير؟ نقول خزانات المياه. وما أهمية وما استخدام أو استعمال الجرة أو الزير؟ نقول حفظ وتخزين الماء. الجرة أو الزير والطاحونة اللي هي الجاروشة من الأدوات المنزلية، أما المحراث الخشبي والمنجل فكلاهما من الأدوات الزراعية. الآن لنشاهد هذه الأداة. هذه أداة مهمة وجديدة، علينا أن نركز في اسمها وفي استخدامها. لاحظ الصورة الأولى، هذه هي الأداة. لاحظ الصور المقابلة لها، هذه أدوات بديلة عنها. من خلال هذه الصور لنستنتج ما أهمية استخدام هذه الأداة قبل أن نتعرف على اسمها. تستخدم لعصر الزيتون كما نشاهد في هذه الصور.
هذه الأداة المستخدمة في عصر الزيتون تسمى حجر البد. مرة أخرى حجر البد. والبديل عنها في الوقت الحالي المعاصر الآلية. إذا حجر البد ما أهميته وما استخدامه؟ نقول عصر الزيتون. وما البديل عنه؟ المعاصر الآلية. الآن ننتقل للأداة الموجودة أمامنا. هذه الأداة تسمى بالمهباش. مرة أخرى المهباش. باعتقادك ما هو استخدامها؟ لنستنتج استخدامها من خلال هذه الصورة. نقول طحن القهوة. وما هو البديل عنها؟ هذه هي البديل، هي مطحنة القهوة الكهربائية أو الآلية. يعني قديما كانوا بيجيبوا حبيبات القهوة يضعوها في هذه الفتحة، ومن ثم هذه الجزئية يتم تحريكها والضغط على حبيبات القهوة فتصبح القهوة مطحونة من خلال هذه الأداة المسمى بالمهباش، والبديل عنها مطحنة القهوة الكهربائية. الآن ننتقل للصورة التي تليها. هذه الصورة تسمى بلمبة الكاز أو مصباح الكاز. عبارة عن الجزء السفلي هنا الموجود يتم وضع الكاز فيه، ثم هنا تكون في قطعة أو فتيل من القماش يتم إشعال النار فيه، وهذه القطعة الزجاجية مع وجود النار تعطي إضاءة أو إنارة. أما البديل عنها في الوقت الحالي فهي المصابيح الكهربائية. إذا نقول بأن الصورة الأولى هي المصباح أو السراج، والبديل عنها المصابيح الكهربائية. أيضا هذه من الأدوات المنزلية. أما الأداة الموجودة أمامنا فتحدثنا عنها سابقا وقلنا بأنها تسمى بالطابون، الذي يستخدم لطهي الطعام، يستخدم لصناعة الخبز بشكل أساسي. طبعا عبارة عن طين مجفف يتم وضعه ووضع أو صناعة فتحات أمامية بداخلها. أما من الجهة الخلفية فيتم ملئه ببقايا الأعشاب ومخلفات الحيوانات والنباتات، ثم يتم إشعال النار فيه واستخدامه في الطهي وصناعة الخبز. البديل عنه في الوقت الحالي هو الفرن الكهربائي. أما الصورة هذه المعروضة أمامنا فهي صورة للقدر، يسمى بالقدر. القدر من أدوات طهي الطعام قديما، والبديل عنها كما نشاهد هي الطنجرة أو الإناء المعدني. يعني كانوا بيطبخوا من خلال القدر. هذه صورة للقدر. البديل عنها طناجر أو الأواني المعدنية اللي حاليا يتم استخدامها لطهي الطعام. قبل أن نكمل نقول بأنه أيضا من الأمثلة على ما يتم استخدامه لطهي الطعام البابور، إذا سمعتوا عنه، وبعد شوي رح نعرض صورته. البابور يستخدم أيضا لطهي الطعام. الآن نفتح الكتاب المدرسي صفحة 11 ثم نجيب عن الأسئلة. هنا لدينا مجموعة من الصور. الصورة الأولى هي الطاحونة أو الجاروشة، وما استخدامها؟ هيا بنا نكتب طحن الحبوب. الأداة البديلة عنها في الوقت الحالي المطحنة الآلية أو الكهربائية. الصورة الثانية محراث الأرض. ما هو الاستخدام للمحراث؟ حراثة الأرض. وما البديل عنه؟ نقول الجرار الزراعي. الصورة الثالثة هي الجرة أو الزير، والتي تستخدم لحفظ وتخزين المياه، والبديل عنها في الوقت الحاضر خزانات المياه. أيضا نكمل الجدول صفحة 12. حجر البد يستخدم لعصر الزيتون، والبديل عنه المعاصر الحالية. مصباح الكاز أو السراج أو لمبة الكاز يستخدم للإنارة، والبديل عنه حاليا المصابيح الكهربائية. الصورة الأخيرة للمهباش وتستخدم لطحن القهوة، والبديل عنه مطحنة القهوة الكهربائية. الآن نكتب هذا السؤال على دفترنا ثم نجيب عنه إجابة صحيحة كما ورد في الشرح. استخدم أجدادنا أدوات كثيرة، منها الأدوات الزراعية والأدوات المنزلية. اثنين من الأمثلة على الأدوات المنزلية القديمة نقول الطاحونة، المهباش، حجر البد، القدر، الطابون. أما من الأمثلة على الأدوات الزراعية القديمة نقول المحراث الخشبي أو محراث الأرض، ونضيف أيضا المنجل. رابعا يستخدم الطابور لصناعة الخبز، والبديل عنه حاليا الفرن الكهربائي. خمسة قدر لطهي الطعام، والبديل عنه حاليا الطنجرة أو الأواني المعدنية. أخيرا
سيتم توزيع هذه البطاقة على دفاترنا، ثم نجيب عنها كما تم في الشرح. طبعا نقوم بإلصاقها ثم نجيب عنها. لنقوم بحل التقويم الختامي أيضا، هذه البطاقة يتم إلصاقها على الدفتر. الآن لنصنف هذه الصور أو هذه الأدوات الموجودة ضمن الصور إلى قديم وحديث كما تعلمنا. ننتقل للصورة الأولى. هذه الصورة تشير إلى أداة لمبة الكاز، وهذه الأداة عبارة عن أداة قديمة. أما الصورة المجاورة فهو البابور الذي تحدثنا عنه سابقا. هذا البابور في هذه الجزء السفلي هناك فتحة، يتم ملء هذه الجزئية أو هذا القسم من البابور بالكاز، ثم يتم إشعال النار فيه ويستخدم لطهي الطعام. هذه أداة قديمة. أما الصورة الثالثة فهي جهاز الكمبيوتر أو الحاسوب، وهي عبارة عن أداة حديثة. الصورة الرابعة هي للمقشة أو المكنسة بنسميها بالعامية، فهذه أداة قديمة. أما الصورة الخامسة صورة للمصابيح الكهربائية، تعتبر من الأدوات الحديثة. والصورة السادسة هي صورة للأواني الفخارية، أيضا من الأدوات القديمة. والصورة السابعة هي صورة للجاروشة أو الطاحونة، وتعتبر قديمة. والصورة الأخيرة هي للهواتف المحمولة أو الجوالات، وهي من الأدوات الحديثة. أخيرا، ماذا تعلمنا في درس اليوم؟ سنستمع إلى معلوماتكم وفقا لما ورد في الدرس طبعا في داخل الغرفة الصفية. إلى هنا أحبائي ينتهي شرح درس بيتنا الفلسطيني القديم، وإلى